هنمنع الانيميا ان احنا هنعلم الناس الاكل بتاع الانيميا اللي يمنع الانيميا فين. هو سهل موجود في البقول وسهل موجود في البروتينات واللحوم والدجاج والاسماك والكلام ده، ولكن هنمنع بقى المواد الحافظه وهنمنع الشاي بعد الاكل، ولو الطريقه ناخده نقلل منه وناخده بعد الاكل بساعتين ونعصر عليه ليمون. فيتامين سي مع الاكل بيزود امتصاص الحديد، مهم جدا وممكن يخفف من الاثر الضار للشاي. برضه مهم قوي ان احنا عشان نركز على الانيميا وعايزين نعالجها ان احنا نقول في ناس كتير جدا عندها تفاعليات بياكلوا ما بيغسلوش ايديهم، ضوافرهم طويله، عندهم تفاعليات تحت الاظافر، عايشه معاهم ملايين التفاعليات، فبياكل الاكل وما بيستفادش بيه، بيبقى عنده انيميا. يبقى بنعالج التفاعلات الموجوده في امعاء البعض، مهم قوي. وان احنا ناكد كمان على دور البعد عن المكسبات الطعم واللون والريحه والمواد الحافظه الموجوده في الاسواق. الحاجات دي كلها ممكن تقلل من امتصاص الحديد. حضرتك قلت ممكن نحط بعض نقاط عصير الليمون على الشاي يقلل موضوع الكافيين، طب اللبن ممكن يعمل نفس الدور؟ اللبن برضه مش هنستحب ان احنا نحطه مع الشاي نفس الشيء، نشربه لوحده، نشربه لبن رايب زبادي مفيش مانع. وانا بفضل ان احنا نعلم الناس تشرب شاي اخر غير الشاي اللي احنا عارفينه خالص. الاخضر مفيش مانع، ده اخر حاجه. بس قبل الشاي الاخضر انا عايز اوصل للمشروب المفضل للقدماء المصريين زمان اللي هو الخروب. الخروب هيديني بروتينات، هيديني معادن مهمه جدا في المناعه، هيديني فيتامينات، هيديني الياف غذائيه، هيديني بروتين نانوتين غده غذائيه. يبقى لو شربت الخروب فيه كمان مضادات حيويه ومضاد فيروسات، مهم قوي ان انا ارجع الخروب تاني بعد ما فقدناه من ايام القدماء المصريين. عصير القصب مهم، هيخليني انا مش هيخليني اركز، هيخليني عندي هادي، هيمنع لي السرطانات، هيخليني عندي طاقه فوريه. مهم قوي ان احنا برضه ما ننساش. بعد كده كل الاعشاب اللي عند العطارين مقبوله، وبعد كده اضطر مثلا في الاخر اخد الشاي الاخضر برضه مقبول.